عشان نغذي جسمنا بناخد الأكل بثلاث طرق، يا إما حاجات كده بسيطة مجرد هغسلها واكلها على طول، يا إما حاجات لأ دي عليها قشرة، دي لازم الأول أتعب وأقشرها عشان أعرف أكلها، وفي حاجات بقى هتاخد مني مجهود أكبر إن أنا أسأل يمين وشمال لأن أنا هطبخها، لأن أنا هطلع منها أكلة، بس لازم أعرف مكونات الأكلة دي، فالمكونات دي كتيرة شوية وإيه اللي هيتحط قبل إيه، لازم أسأل ناس. إيه رأيكم بقى ان احنا عشان نغذي عقلنا وناخد خبرة في الحياة هنمر برضو بالمراحل الثلاثة دول، يا اما ان انا اخد معلومة بسهولة كده وافتح كتاب واخد المعلومة، او اخش في شغلانة ويقولوا لي طريقتها واعرف اشتغلها ومفيش اي مشكلة فيها، يا اما ان انا شغلانة تانية لا الموضوع مش سهل، لازم ادرب نفسي واخد دورات معينة واخد مهارات معينة قبل ما اخش في الحاجة دي، يعني هتعب شوية بسيطة عشان اقدر امشي في الشغلانة دي، هتعب شوية عشان اعرف اتعامل مع شخصية معينة. وفي حاجات تانية بقى لا دي محتاجة مجهود اكبر، محتاجة ان انا اغامر اكتر، محتاجة مني ان انا اتوقع ان انا ممكن اخسر في مالي، ممكن اخسر في صحتي، ممكن اخسر في وقتي، ممكن اخسر في اعصابي اللي هتتحرق عشان في مشكلة معينة أنا دخلت فيها، في حاجة معينة ما قدرتش أطلع منها بسهولة، ولازم أسأل هنا وهنا علشان أقدر أعرف أطلع إزاي من المشكلة اللي أنا وقعت فيها. ولكن في النهاية هتطلع لي طبخة محترمة، هاخد منها خبرة محترمة في الحياة. هو ده بالظبط المراحل اللي برضو بتعدي عليا لما أجي أخد خبرة. طيب في إيدك بقى القرار، تحب حضرتك تتنك قاعد في مكانك محلك سر لا بتهش ولا بتنش وبالتالي مش هتتعرض لكل المخاطر دي، ولا ان انت تمشي في الحياة وتتخبط يمين وشمال وتاخد خبرة وتبتدي ليك الاثر في الحياة؟ قبل ما تجاوب على السؤال ده لازم تاخد بالك وتعرف ان انت مخلوق في الحياة دي عشان ليك وظيفة معينة. ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا خلفاء الله في الارض خلقنا عشان 4 وظائف وموجودين عندنا في القرآن الكريم في مناطق متفرقة. اول حاجة منهم بسم الله الرحمن الرحيم، ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. صدق الله العظيم. اذا انا ربنا خلقني في الحياة عشان ابتدي ادعو الناس، الحاجة الكويسة ادعو ليها والحاجة الوحشة انهي عنها، وطول ما انا ماشية في الحياة ابتدي اوجه الناس واعلم من العلم اللي عندي. يبقى دي وظيفة في الحياة، اخش كده في الحياة وانا عارفة وظيفتي ايه، ما اقعدش نايمة على نفسي، ان انا ابتدي اوجه الناس اللي حواليا، ما اقعدش لا هش ولا نش. دي اول حاجة. تاني حاجة ان ربنا خلقنا في الحياة علشان نعمر في الارض. بسم الله الرحمن الرحيم، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. صدق الله العظيم. ربنا خلقنا عشان نعمل حاجة في الارض، مش زي ما احنا نايمين قايمين مفيش اي حاجة جديد في حياتنا، لا لازم ابتدي اشتغل واعمل انجازات في الحياة وابتدي اتعلم عشان انجز اكتر واعمل منشآت اكتر واطور في المجتمع اللي حواليا دي ويبقى وجودي مش زي عدمه. تالت حاجة ان ربنا امرنا ايه، ان احنا نقيم القسط. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صدق الله العظيم. وهنا القسط غير العدل. العدل ان انا اوزع على حاجة كده بين الناس بالتساوي، ان انا احكم كده بالتساوي بغض النظر عن الفروق الفردية بين الاشخاص. يعني زي مثلا ان انا اعمل مسابقة ما بين الرجالة والستات في مسابقة جري او رفع اثقال واقول انا كده بعمل بالعدل، لا انت حضرتك كده بتظلم، لان العدل ان انا اكون عارفة ان الرجالة عندهم القوة الجسدية اكتر من النساء، فبالقسط يعني اعمل مسابقة للرجالة لوحدهم ومسابقة للنساء لوحدهم، هو ده اسمه القسط. وعشان اعمل كده وابتدي اقيم بالقسط واحكم بين الناس لازم امسك منصب، وعشان امسك منصب لازم امشي في الحياة واتخبط واخد خبرة علشان بعد كده استاهل ان انا امسك منصب، ومن المنصب ابتدي احكم ما بين الناس وابتدي اعمل بالقسط زي ما ربنا امرنا.
طيب، رابع حاجة بقى وهي ان انا في كل اللي انا بعمله ده اكون ببتغي ايه؟ وجه ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. فقبل ما اخد قراري ان انا اقعد كده ولا امشي في الحياة، لازم افكر واعرف انا وظيفتي ايه في الحياة قبل ما اقرر. من الاخر كده يا جماعة، مفيش حد بيتعلم بالساهل، فيلا نتوكل على الله ونبتدي نمشي في طريقنا، واعرف ان انا طول ما انا ماشية في طريقي هقع ساعات وهقوم ساعات، هكسب ناس وهخسر ناس، هجرح وهتجرح، وهخسر وهكسب. خد بالك، طول ما انت ماشي في الحياة هتتخبط فيها، ولكن اعرف ان انت وانت ماشي في الحياة لازم تكون في كل تصرفاتك بتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، عشان يوم الحساب ما يجيلناش الندم ونقول يا ليتني قدمت لحياتي. ولا انتوا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.